3 لاعبين مرشحين لتغيير أنديتهم في الميركاتو الشتوي. يستعد بعض لاعبي المنتخب الوطني الجزائري لتغيير أنديتهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يسعى لاعبو الخضر للانتقال إلى أندية تلبي طموحاتهم من أجل اللعب على ألقاب، فيما يسعى البعض الآخر الانتقال للأندية تسمح لهم الحصول على وقت اللعب كافي. ونستعرض أبرز لاعبي المنتخب الوطني الجزائري المرشحين لخوض تجربة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بداية ببدر الدين بوعناني. رغم الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها لاعب نيس الفرنسي، إلا أنه لا يحصل على دقائق لعب كافية هذا الموسم، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. أما يوسف عطال فيتواجد زميل أيضا بوعناني في نادي نيس في وضعية صعبة بعد الحملة الشرسة والغير مفهومة التي تعرض لها هذا اللاعب عقب دعمه للقضية الفلسطينية. وفي ظل غياب تام للدعم من طرف نادي نيس، فإن اللاعب يتجه إلى مغادرة فريقه. أما في الدوري الإنجليزي فسعيد بالرحمة يتجه أيضا لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي لخوض تجربة جديدة خلال الميركاتو الشتوي المقبل، حيث يمتلك اللاعب العديد من العروض المغرية خاصة من الدوري روشن السعودي، وتطمح أندية المقدمة في الدوري السعودي للاستفادة من خدمات لاعب برينتفورد سابقا. وفي ظل عدم اعتماد مدرب وست هام دافيد مويس عليه بشكل أساسي، فإن اللاعب مرشح هو الآخر لمغادرة وست هام في فترة الانتقالات الشتوية. أيت نوري يشيد بإمكانيات عمورة. تحدث المدافع الدولي الجزائري ولاعب نادي وولفرهامبتون الإنجليزي رايان أيت نوري عن الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها زميله في المنتخب الوطني محمد أمين عمورة. وقال رايان أيت نوري: محمد أمين عمورة شخص خجول بعض الشيء، كنت كذلك في بداية، لا أتكلم كثيرا على أرض الملعب. وأضاف مدافع وولفرهامبتون الإنجليزي أيت نوري: ومن ناحية أخرى الأمر أكثر، أنا سعيد برؤية ما يقوم به في بلجيكا، لديه إحصائيات رائعة وأشاهد مبارياته أحيانا رفقة ناديه سانت جيرواز. السليماني في كورتيبا البرازيلي. قد أعلن أيضا نادي كورتيبا البرازيلي عن تعاقده مع المدرب الجديد غوتو فيريرا خلفا للتقني تياغو إلى غاية شهر ديسمبر 2024. وأصدر النادي البرازيلي بيانا عبر صفحته الرسمية فيسبوك يرحب بالمدرب الجديد غوتو فيريرا. جدير بالذكر أن نادي كورتيبا الذي يلعب معه الدولي الجزائري إسلام سليماني سقط رسميا إلى الدرجة الثانية البرازيلية. مدرب أوغندا. الجزائر أظهرت نوايا مبكرا وأرشح هذه المنتخبات للتتويج بالكاس. تحدث المدير الفني الفرنسي ومدرب منتخب أوغندا بول بوت لجريدة النصر عن الانطلاقة القوية للمنتخب الوطني الجزائري في تصفيات مونديال 2026. وقال بول بوت: لقد كنت أتوقع هذه البداية القوية للجزائر التي المرشح الأبرز للتأهل، فقد كشف أشبال بالماضي نواياهم مبكرا بعد تحقيق العلامة الكاملة في التوقف الدولي الماضي. وأضاف بول بوت: كل المعطيات تشير إلى تأهل المنتخب الجزائري إلى المونديال القادم، لا سيما بعد سقوط منتخب غينيا في النتيجة التي كانت في صالح الخضر. وعن بطولة أفريقيا قال مدرب اتحاد العاصمة السابق بول بوت: تمنيت المشاركة في هذه الطبعة لكن للأسف. وعن المنتخبات المرشحة فإنه أمر صعب التكهن، ولكن هناك 5 منتخبات ستلعب الأدوار النهائية، هم كوت ديفوار، السنغال، مصر، المغرب والجزائر. منتخب إفريقي يرغب في مواجهة الخضر وديا قبل الكان. ذكرت مصادر إعلامية بأن منتخب غانا يرغب في مواجهة المنتخب الوطني الجزائري وديا قبل انطلاق كأس إفريقيا المقبلة بكوت ديفوار. وأكد موقع وين وين بأن منتخب غانا يطمح لبرمجة لقاء ودي مع الخضر قبل انطلاق بطولة إفريقيا إفريقيا. وأضاف ذات الموقع بأن المنتخب الوطني الجزائري يتجه نحو تغيير مكان تربصه التحضيري إلى غانا بدلا من غينيا الاستوائية، لتبقى كل احتمالات مطروحة حول هوية المنتخب الذي سيواجه المنتخب الجزائري قبل انطلاق كأس إفريقيا.
أول دعوة لابن زيدان مع أكابر ريال مدريد. تلقى الفرانكو الجزائري تيو زيدان ابن الأسطورة زين الدين زيدان أول دعوة للمشاركة مع أكابر ريال مدريد الإسباني في مباراة لرابطة أبطال أوروبا. وينشط الجزائري الأصل تيو زيدان في الفريق الثاني لنادي ريال مدريد، ولم يسبق له اللعب للفريق الأول. سيلعب ريال مدريد الإسباني أمام نادي نابولي الإيطالي لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. بينما لاعب جزائري يقود منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم تحت 17 سنة. يقدم اللاعب الفرانكو الجزائري إسماعيل بوناب مستويات رائعة رفقة منتخب الفرنسي في كأس العالم لفئة أقل من 17 سنة. وساهم الجزائري الأصل إسماعيل بوناب في تأهل المنتخب الفرنسي إلى نهائي كأس العالم للناشئين على حساب المنتخب الألماني بنتيجة 2-1، حيث منح الموهبة الجزائرية إسماعيل بوناب تمريرة حاسمة في الهدف الأول، وسجل الهدف الثاني من مخالفة مباشرة للمنتخب الفرنسي. إسماعيل بوناب من بين أفضل المواهب الشابة في المنتخب الفرنسي للناشئين. الفيفا يعني كانت عندنا عدة ورشات. بينما في وضعية الاتحادية الجزائرية وليد صادي لم نبخل على المنتخب الوطني لوضعهم في أفضل ظروف استعدادا للكان. كشف أيضا رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي اليوم الأربعاء أن مكان تربص المنتخب الوطني الإعدادي الخاص بكأس إفريقيا 2023 سيتم الفصل فيه بحلول 10 ديسمبر المقبل، مؤكدا أن هيئته تفاضل بين 3 بلدان لأجل المعسكر الخارجي. وأوضح رئيس الفاف في تصريح خاص به وكالة الأنباء الجزائرية قائلا: أمامنا 3 خيارات: السنغال وغانا وغينيا الاستوائية، وحتى اليوم لم نتخذ أي قرار بشأن موقع المعسكر التمهيدي الذي سيتم تحديده يوم 10 ديسمبر. وأضاف: سيعرف المكان والبلد الذي سيحتضن معسكر الخضر بمجرد برمجة مباريات ودية أو المباريات الودية. هناك لدينا مقترحات ونحن في مرحلة المحادثات. وتابع في السياق نفسه: من المحتمل أن نواجه منتخبا من المجموعة الرابعة لكان المدرب الوطني يريد أيضا خوض مقابلتين وديتين كحد أقصى. وأكد صادي أن الفاف انهت اللمسات اللازمة فيما يتعلق بإقامة المنتخب من أجل وضعه في أفضل الظروف قبل كأس إفريقيا 2023. وقال في هذا الإطار: كما قلت من قبل قمنا بحجز فندق. وأكد صادي أن الفاف أنهت اللمسات اللازمة فيما يتعلق بإقامة المنتخب من أجل وضعه في أفضل الظروف قبل كأس إفريقيا 2023. وقال في هذا الإطار: كما قلت من قبل قمنا بحجز فندق الملعب بالكامل وهو المتواجد بمحاذاة ساحة بواكي الرياضية، مضيفا: تم تجديد هذا الفندق بالكامل وقد تمت الموافقة عليه من قبل الاتحاد الإفريقي. وواصل: سيتم وضع اللاعبين في ظروف مشابهة لتلك التي شهدتها بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر والتي فازت بها الجزائر. لم ندخر أي إمكانيات لتوفير أفضل الظروف الممكنة حتى يتمكن المنتخب الوطني من الظهور بشكل جيد خلال بطولة كأس إفريقيا 2023. وأخيرا أكد صادي أن فريق الوطني سيبدأ تحضيراته لنهائيات كأس إفريقيا في المركز التقني سيدي موسى بالجزائر العاصمة، حيث سيقيم فيه لمدة أسبوع قبل إجراء معسكره الخارجي. جدير بالذكر يستهل الخضر المنافسة الإفريقية يوم 15 جانفي بمواجهة أنغولا على ملعب السلام في بواكي، قبل مواجهة بوركينا فاسو يوم 20 من الشهر نفسه في بواكي، ثم موريتانيا يوم 23 جانفي في بواكي.